ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اهلا بيكم في يوم جديد وروتين جديد. حطي لايك للفيديو واشتركي في القناه لو انت مش مشتركه. يلا بقى نبدا كده روتيننا كده، نقول بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. بصوا النهارده دخلت بقى تنظيفات المطبخ، النهارده تنظيفات الشتاء. بدأنا كده مع بعضنا. يلا بقى قومي وتشجعي. كلنا طبعا بنعرف نعمل كل حاجة، كلنا شطار، بس انا بديكوا الفكرة وبشجعكوا علشان خاطر نشجع مع بعضنا. النهارده قلبت المطبخ فوق تحت. بصوا النهارده كنت جايبه بطاطس كده، رحت شلتها، كنت قاطعه الرخامه، قلت اشيلها بقى اشوف لها مكان. وهنا كانت بطاطايه يتيمه كانت قاعده محدش عايز ياكلها. رحت حطيتها في طبق كده، قلت ما اشيلها. وشويه حلاوه المولد ده، هتقولوا حلاوه المولد لسه قاعده؟ ايوه حلاوه المولد لسه قاعده للاسف يعني. محدش اصلا بياكلها غير انا وجوزي، يعني فين فين كان لما بناكل حته حته كده. فقلت لا، هي عامله دوشه كده على الرخامه وعامله مكان على الرخامه، فقلت لا انا هلمها كده واحطها في كيس كده واديهم لاي حد. انا رايحه الحضانه رايحه المدرسه، اديهم لاي حد كده بدل ما هي قاعده كده فحرام يعني، غير يستفيد بيها احسن. فكده لميتها كده خلاص، ورميت الكرتونه بتاعتها. وهلم كل اللي على الرخامه ده. شايفين الازايز بقى؟ انا بعبي الازايز عشان خاطر الميه بتقطع عندي، وبعبي الكلمل وكده يعني. فبص بوريكم بقى المطبخ كله. النهارده هنغسل السيراميك بقى وهندعك بقى المطبخ فوق تحت، مش هنخلي حاجه، هتبقى خليها قشطه. بص انا اول حاجه غسلت المواعين كده، هرص المواعين مكانها. وبعد ما ارص المواعين مكانها بقى هنبدا على طول كده. وانا كنت مخلصه اكلي خلاص، اكلي دوت كنت مخلصاه. ف اهم حاجه تكوني مخلصه الاكل عشان خاطر تعرفي ان انتي تقعدي وتشوفي هتعملي ايه. فهنا خلاص قلت بقى الم المواعين كلها كده عشان خاطر ان انا بعد كده بقى ايه، رحت رصيت مواعيني كده، قلت ارصها بقى خلاص علشان خاطر ابدا وما يكونش في حاجه ملخماني، فاهماني؟ هنبدا مع بعض كده. انا عايزه اعمل المطبخ تنظيفها عميقه عميقه يعني. بصوا خدت السيراميك ده جبته من فوق لتحت، وبصوا قعدت الم في كل حاجه والحلل وده ما خليتش حاجه يعني. بصوا السيراميك شايفين عامل ازاي؟ انا والله يعني انا مش بطول عليه، وبس المشكله عندي السيراميك اللي فوق ده فاتح فبيلم معايا. مسكت السلكه اللي هي الخشنه دي، بصوا تحفه تحفه تحفه. والصابونه اللهلوبه دي اللهلوبه بتاعتي، صابونه الصراحه جميله جدا. صابون البلد اللي بنعمله من الزيت المستعمل ده. ومسكت بصوا، مسكت بقى حاولت ان انا ايه الحتت اللي من تحت. انا لو عندي سلم كنت طلعت على السلم وجبت من فوق. انا ما بيعجبنيش بقى بالفرشة وبالكلام ده، لا انا بحب امسك السلكة كده وادعك، بحس يعني كده نظافة اكتر يعني. بصوا انا كده اهو شايفين. هحاول اعمل الحتت اللي انا على قد ايدي يعني كده، واللي فوق دوت هعملها بالمكنسة. وهو بصوا من تحت لفوق كده. ونزلت اللي كمان، خلي بالكم ان انا نزلت اصلا مطبقية كمان ورصيت فيها المواعين واشتغلت تنظيفة تنظيفة يعني. بصوا تنظيفة العيد. انا الصراحه ما اكدبش عليكم، انا بعمل بس بعمل اللي على الوش، ما بشيلش بقى واحط والكلام ده، فاهمني؟ اشيل واحط الكلام ده كله بقى لما ايه تنظيفه العيد بقى، تنظيفه الشتاء. بيطلع عيني فيها الصراحه بجد يعني. بصوا هنا حطيت طبق بلاستيك، حطيت اريال وحطيت كلور. وبصوا انا هنا بقول لكم ان انا فكيت دي ورحت حطيتها تاني ورصيت المواعين تاني. وشايفين هنا تحت كده خلاص مية مية. بصوا بقى باقي معايا اللي فوق. اللي فوق خلاص كده هشتغل باللي فوق. بجد اللي فوق ده كان محتاج سلم، وتنزلي عليه بالسلم بسلم كده والسلكه اللي قلت لكم عليها ديت، واشتغلي بقى واشتغلي يا معلم. بصوا كده بقى بالمكنسه بتاعتي كده، وخدت بقى كده وصفيتها تمام. ودعك يا فوق، ودعك يا فوق. شايفين بقى المشكله ان انا التليفون ماسكاه وبحاول ان انا اوريكم عشان خاطر ايه، نشجع بعضنا مش اكتر. والله احنا بنشجع بعض يا جماعه. انا مش بوريكم بتعملوا ازاي، ممكن تكونوا انتوا بتعملوا احسن مني كمان يعني، واكتر كمان. بس احنا بنشجع. بوريكم الفكره، بقوم يعني اشجعك. انا بحب اتفرج على الفيديوهات الروتين جدا، بيخلوني بجد اتشجع بطريقه بطريقه جميله جدا يعني، بيشجعوني الصراحه خالص.
ربنا يعيننا يا رب جميعا يا رب، اللهم امين يا رب. اللي وصل معايا بقى لحد هنا كده يحط لي بقى لايك للفيديو كده، عشان خاطر ايه، او باذن الله كده الفيديوهات اللي جايه باذن الله هتبقى تنظيفات عميقه، تنظيفات العيد بجد يعني عيد وشتاء وتنظيفات يعني. يلا ربنا يقوينا يا رب كلنا ونشتغل. بصوا هنا بقى جبت اي قماشه عندك بس تكون نظيفه. بعد ما خلصت كده بالمكنسه بالقماشه بقى والمساحه، وبصوا هنا بقى بايديا اشتغلت بقى ايه على عينك يا معلم. تعملي بقى ايه، ان انت تعملي بايدك كده وفوق بقى، عشان انا مش طايله فوق، انا قصيره حبتين يعني. وشايفين بقى البلاء السيراميك، انتوا بقى تحكموا بجد يعني. كانت النتيجه حلوه. واشتغلت برضو هناك كده نفس الحكايه. وبصوا لسه بقى معايا التلاجة ومعايا بتاع ده الشباك السلك دوت. ان شاء الله الفيديو اللي بعد دوت هنعمل التلاجة، نديها بقى. عايزين نخلص من المطبخ دوت من كله، من تلاجة البوتاجاز لك، نخلص من جيب اخره. بص طول ما خلصت المطبخ يبقى انت كده خلصت الدنيا كلها عندك، الدنيا كلها يبقى خلصت عندك بجد يعني. اهم حاجة عندك المطبخ ده طول ما خلص خلاص الدنيا راقت عندك. اهم حاجه تكوني عامله اكلك وشربك والدنيا زي الفل. بصوا هنا بوريكم، بصوا شايفين النتيجه كانت جميله قوي. ناس كتيره كانوا قالوا لي اعملي ملح ليمون ومش عارفه ايه والكلام ده. لا يا جماعه الموضوع مش مستاهل بالنسبه لي ملح ليمون والجو ده، لا. انا بصوا انا ملح ليمون والحاجات دي لما الدنيا تطول عندي. تمام كده تمام كده. صلوا على النبي يا جماعه، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. بص انا مطبخي بسيط جدا جدا وروتيناتي بسيطه جدا جدا يعني، محدش يتريق. انا عارفه ان في ناس ما شاء الله عليهم المطابخ بتاعتهم جميله وحلوه وناس راقيه يعني. بس الحمد لله كل واحد يعني على قد ما ربنا اداله، وانا راضيه الحمد لله، راضيه رضا ما اقولكمش يعني. الحمد لله الحمد لله، طول ما الواحد بيقول الحمد لله ربنا دايما بيوسع عليه. تمام كده. بص انا جبت هنا قماشه، مش قماشه، سفنجة كده كانت عندي، قلت هستغلها. حطيت فيها ايه بقى، هلمع. بصوا الملمع بقى للخشب، ما والله ما في احلى من كده. حتة جاز، نقطتين جاز كده. هتقولي الجاز هيعمل ريحة، والله بصوا انا بسجل لكم الفيديو ده تاني يوم، الجاز اخد ساعتين بالظبط في المطبخ والريحة خلاص راحت. شايفين اللميع؟ بصوا بوريكم اللمعة بتاعته، بوريكم الفرق بين تحت وفوق. شايفين بجد رهيب. انا يعني انا عارفه، انا سمعت عنه كتير، بس انا مشكلتي ان انا ما استخدمتهوش لان كنت خايفه من الريحه برضو. قلت لا، او كسلت ومش عارفه كنت بعمل خل ومش خل. بس لا الجاز اداني النتيجه. بصوا انتوا شايفين اللمعه بجد. لا الجاز ده وهم يعني. انتوا مش هتعمليه كل يوم، اعمليه كده. وبعد كده الايام العاديه لما تحبي تنضفي بقماشه عاديه ونضفي مساحه بس، وهو رهيب. شايفين بقى انا بوريكم، مرضتش اجري هنا الفيديو عشان خاطر اوريكم اللمعه بتاعت الخشب. بجد لمعه رهيبه رهيبه هتعجبكم بجد. اللي مجربش الجاز ده لا جربيه، مش هتخسري حاجه. انا كنت برضو كنت متردده في موضوع ان انا اعمل جاز والكلام ده عشان خاطر الريحه. لا والله الريحه، بصوا فتحوا بس الشبابيك كده، شباك المطبخ لو عندك ساعة ساعتين بالكتير مش هتلاقي الريحة دي. والله عندي المطبخ بقى يبرق برقان رهيب الصراحة. لا انا بعد كده خلاص مش هستغنى عنه. هو يعني مش دايما يعني، بس هو بس الصراحة وهم النتيجة جميلة جدا والله. شايفين بص اللمعة اهو، اكنك لسه مدياله لون بقى وايه وحاجة رهيبة. بصوا هنا بقى انا عشان مش طايلة هجيب كرسي كده واطلع فوق بقى واشتغل قاعدة مع نفسي بقى. هنا كده الحتة اللي تحت دي، بس اكتشفت في الاخر ان الاضاءة بتاعت التليفون ما كانتش منورة، زعلت جدا. بس هو يلا معلش، هو انا هقول لكم بقى الحتة ديت ده بقيت المطبخ من تحت بقيت اعمله بقى ايه. حطيت كرسي كده، تعبت الصراحة النهاردة. بصوا خدت يوم تعب. انا في الفيديو خلي بالكم مختصره لكم يعني، انا مش جايبه لكم كل الكواليس. انا في الفيديو مختصره لكم بطريقه
فظيعة. بس انا الحمد لله يعني فرحت بالنتيجة، ان انا خلصت مطبخي كده وراق، يا سلام. يا رب عقبال بقية الشقة. خليكم معايا بقى، هنكمل بقية الشقة كده وهنتابع مع بعض بقية الشقة والنتيجة تبقى حلوة. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة